بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات أبواب الخوف، وهنتكلم عن إزاي أتخطى خوفي من الفشل، أو إيه هي الحلول اللي أنا لو عملتها هقدر إن أنا أنهي على فوبيا الفشل أو الخوف أو رهاب الفشل. بس قبل ما أبدأ بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أولا أنا لازم أشوف إن الفشل ده شيء طبيعي، بل بالعكس دي حاجة كويسة. إن أنا أفشل دي حاجة كويسة. ليه؟ لأن ببساطة أنا لما بفشل بيجيلي فيدباك، بيجيلي زي كومنتات أو تعليقات. التعليقات دي بتوريني إيه الحاجات الصح اللي أنا عملتها فأكمل عليها واستمر عليها، وإيه هي الحاجات الغلط اللي أنا عملتها اللي أنا محتاج أظبطها. كل تجربة جديدة أنا بدخلها على إنها تحدي بالنسبة لي، وأنا شخص فضولي، وكأن التجربة دي عبارة عن بازل، وأنا بحاول أحل البازل دي وما احطش توقعات على نفسي ان انا لازم احل البازل او ان انا احل التجربة دي من اول مرة. تدخل تجربة جديدة حاول ان انت تسمع اراء الناس اللي حواليك، تستشير الناس اللي انت بتثق فيهم، الناس اللي حواليك او الناس اللي خاضوا نفس التجربة. ولما تسمع آرائهم ما تسمعش آرائهم كأنك بس عايز ايه اللي هو تريح ضميرك وتريح نفسك، اللي هو تسمعه وتطير كلامهم في الهوا. لا، تسمع آرائهم بعين الاعتبار عشان تعرف توازن الأمور بشكل صحيح. كون صبور على نفسك وتدي لنفسك وقت وتدي لنفسك فرصة لأن أنت توازن ما بين أفكارك والمنطق بتاعك وما بين مشاعرك وما بين قلبك، لأن التسرع دايما بيكون من الشيطان. كل ما الوقت بيعدي كل ما انت بتهدى من جواك، وكل ما بتهدى من جواك ومشاعرك بتهدى من جواك كل ما بتعرف تكون أكثر حكمة. ولما بتعرف تكون أكثر حكمة بتعرف تاخد قرارات صحيحة وسليمة. وكل ما الوقت بيعدي بتلاقي ان في اختيارات او في اوبشنز بتتفتح قدامك انت ما كنتش بتفكر فيها او ما كانتش على بالك او ما كانتش موجودة في حياتك قبل كده. غير الجملة اللي انت دايما بتقولها لنفسك. لما بتقول انا فاشل، غير الجملة دي وقول انا لم اصيب الهدف. هتقول لي هو انا اقدر اغير يعني جملة زي دي؟ اقول لك اه تقدر تغيرها. كل مرة بتقول لنفسك انا فاشل فكر نفسك ان انت تقول انا لم اصيب الهدف، واسأل نفسك بعدها ازاي اصيب الهدف، ايه هي الخطوات وايه هي الحلول اللي انا لو عملتها هقدر ان انا اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له. محتاج تراجع نفسك في كل المواقف اللي عدت عليك وقلت فيها انك فاشل او ان انت فشلت. تفتكر ان انت حكمت على نفسك وكنت قاسي على نفسك جدا بالحكم، وتعرف انه في درس ما ربنا حطك في الموقف ده او في الحدث ده عشان في درس انت محتاج تتعلمه. فلما تتعلمه وتعرفه هتتطور وهتكون احسن، لان ربنا عايزك تكون احسن. خليك جريء. الجرأة مش معناها ان انا مخافش، الجرأة هو ان انا اكون في قمة رعبي ولكن ارمي نفسي في الشيء اللي انا مرعوب منه، او من الاخر كده ارمي نفسي في المجهول. فكون ان احنا نخاف ده طبيعي، كل البشر بيخافوا، لكن مش كل البشر بياخدوا القرار ان هم يرموا نفسهم في شيء هم مش متأكدين منه او في شيء هم مش عارفينه. فخليك جريء. اخر حل من الحلول انا بنصحك بيها ان انت لما تعمل خطوة صغيرة مهما كانت بساطتها او صغرها كافئ نفسك عليها. عامل نفسك على انك طفل. كل تجربة جديدة انت ما خضتهاش قبل كده شوف نفسك فيها على انك طفل، وكافئ نفسك زي ما بتكافئ الطفل. لما الطفل بيحبي وبعد كده يمشي خطوتين انت بتكافئه، اعمل نفس الموضوع مع نفسك. خليك طيب ورحيم مع نفسك وشوف نفسك على انك طفل مهما كبرت. واخيرا بقى اللي انا عايز اقوله لك ان انت لازم تتقبل ان انت تبدأ صغير، ولازم تتقبل ان انت تعمل خطوات صغيرة وتكون مبسوط بيها. بمعنى ان كل طوبة انت حطيتها دلوقتي هتكون صرحك قدام، هتكون امبراطوريتك قدام. الامبراطورية او الصرحة او القلعة ما بتتبناش كده على طول، هي بتبقى عبارة عن طوب صغير وفي الاخر الشكل ده بيكتمل. فتقبل خطواتك البسيطة الصغيرة، اعرف خوفك وعلم عليه. كان معاكم سلام سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنساش تتابعني.